عارفين، أنا الرسم بيخلّيني مبسوط جدًا. من وأنا صغير كنت لمّا أقعد أرسم، أقعد أسرح بالساعات، أفضل أرسم، أرسم، وكان هو الحاجة يعني اللي بتخلّيني مرتاح كده. ومع الوقت لمّا بقيت رسّام أشطر، بقيت مبسوط أكتر، لإني بقيت باطلّع رسومات شكلها حلو، باشوفها بانبسط. ما كانش ده حاصل في الأول، كنت بارسم حاجات شكلها وِحِش. مع الوقت بقيت بارسم حاجات بعد ما أخلّص الرسمة كده أبُص للرسمة ألاقي نفسي مبسوط. وبرضه وأنا بارسم إحساس حلو أوي لمّا يبقى دراعك بيرسم لوحده، ما أنت رسّام بقى بترسم بقى لك سنين، فبقى الرسم حاجة يعني تعملها وأنت مش بتفكّر كده، تعملها وأنت مرتاح. فأنا عايز دلوقتي أرسم حد مبسوط، أرسم حد بيضحك. إزاي ترسم حد بيضحك؟ قبل ما ترسم فكّر، لو أنت ضحكت وشّك هيبقى عامل إزاي؟ ما تفكّرش أنا ضحكت عليك، ما تفكّرش، اعمل بوشّك. أنت دلوقتي بتضحك، اعمل بوشّك. حس بوشّك وهو بيتحرك. والأفضل تبُص في المراية، هات مراية أو كاميرا الموبايل وبُص لها واعمل كده. هتلاقي إن أنت خدودك بُقّك راح في الاتجاه ده، راح مش لفوق ولا لبرّه، لأ، بُقّك راح كده. حلو. وعينك إيه اللي حصل لها؟ لو أنا ضحكت، هل أنا لمّا باضحك عينيّا بتفضل زي ما هي؟ كده شكلي مخيف جدًا. لأ، أنا لمّا باضحك عينيّا إيه اللي بيحصل لها؟ بتقفل. عشان تضحك الضحكة يبقى شكلها حلو، العين بتقفل. فبُص كده على وِش زي ده وارسم معايا خطوة، خطوة. هنرسم الأول الدماغ، بعد كده هنرسم الوِش. أنت عندك الدماغ اللي هو الجزء ده، اللي هو الجزء ده، وعندك الوِش اللي هو الجزء ده من المناخير للبُق، اللي هو الحتّة دي. شايف الخدود دي جزء وده جزء. فأنا رسمت الراس ورسمت الوِش. مش باينة أوي، هتبان دلوقتي، بس آدي دايرة وآدي دايرة. مكان ما بيتقابلوا ارسم دايرة اللي هي الودان. الرقبة اتفقنا بتبقى خطين مايلين، مش خطين نازلين مستقيمين. ألبّسه مثلًا تيشيرت وآدي الكتاف. بعد كده هاعمل باحدد الوش باصص فين. باشد خط خفيف بتون فاتح وأقول مثلًا إن هو باصص الناحية دي، باصص شمال. أو أحط خط بالعرض هنا عند الودان يبقى باصص شمال عادي، مش فوق أو تحت. أعمل شعره عامل إزاي؟ هاجيب كتاب كاريكاتيرجي وأقلد الشعر اللي على الغلاف. هو فيه كتلة 2، 3 اللي هي القصة وجايب شعره على جنب، هاحطها قدامي وأقلدها كده، 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 والناحية التانية كده وزعرورة. وأرسم العينين نُص دايرة كده أهو، نُص دايرة كده أهو. أرسم المناخير دايرة عادي. أمّا البُق فبيتحرك إزاي؟ زي ما اتفقنا بيعمل شكل مثلث كده أهو. هيعمل شكل كده أهو، كده أهو. والشفة التحتانية، السنان، واللسان. أخلّيه رافع حواجبه بيضحك وعامل هاها. ده بالنسبة للsketch. زمانكم مش شايفين حاجة. تعالَ نبيّن الرسمة. هاسيب القلم الرصاص وأجيب الماركر وأعيد على الخطوط واحدة، واحدة. في الsketch باكون شغّال براحتي، مش هاممني الرسمة تطلع شكلها عامل إزاي. هنا بقى بالماركر باكون شغّال براحتي برضه، بس باعمل حسابي إن اللاينات اللي أنا باحطها دي مش هاعرف أمسحها. القلم الرصاص ممكن أمسحه، المساح عادي. هنا باشتغل ببطء أكتر شوية، مش ببطء أوي عشان الواحد إيده بتتهز. فلو اشتغلت ببطء أوي الرسمة هتطلع وحشة، لو اشتغلت بسرعة أوي الرسمة برضه مش هتبقى عارف تنشّن. فأنت اشتغل بسرعة نُص، نُص. هتلاقوني شارح الموضوع ده أكتر، شارح إزاي ترسم خطوط نضيفة في كورس اللي هو المستوى 0. على القناة هنا. لو لسه مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب عشان تظهر لك باقي الفيديوهات. هاعمل مناخيره كبيرة وأعمله بيضحك.
هعمل بقه كده، هعمل بقه كده، هي لسانه والمساحة ديت أملاها أسود. وصلنا فين؟ مش هحط له رموش بقى، هو ولد، هو عادي الولاد عندهم رموش عادي. انتوا عارفين ان رموش الولاد بتبقى أطول من البنات؟ بس معرفش بقى، هو في الكرتون البنات اللي يبقى عندها رموش. نعمل له القصة، وبكده رسمت ولد بيضحك. ممكن دلوقتي لو حابب أبقى أمسح الخطوط اللي بالقلم الرصاص، بس أخلي بالي إيدي ما تمشيش على الماركر. بس يا سيدي رسمة بسيطة جدا لولد بيضحك. الفيديو اللي جاي نكد، هرسم واحد زعلان أوي كده، بيعيط حزين. بنرسمه ازاي بقى؟ هقول لكم الفيديو الجاي. باي باي.